راكم تحوسوا على أكلة شتوية دافية وبنينة. اليوم نوريكم سر اللوبيا ماشطو بالدجاج. تجي طيبة حسن نطيبوها بطريقة سهلة ومكونات بسيطة من دارنا لدار. إذا أول مرة تشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا لايك باش يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، وتشاركوني بآرائكم في التعليقات في وصفتنا لنهار اليوم. شفتوا لي القوام تاعها والله غير تجي بنينة. نبدأ فيديونا بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودروك نخليكم مع طريقة تحضير اللوبيا ماشطو تاعنا. نحتاجو فيها اللوبيا أكيد، وفخة تاع دجاج، والبصل مقطع شرائح مع الثوم مرابي، وحبة طماطم مرابية، والبطاطا. أما بالنسبة للتوابل نحتاج الملح والفلفل الحلو ولا الحرور، نحتاج راس الحانوت والكمون. أكيد اللوبيا بلا كمون ما تنديرش. ندير لاكفوكوط تاعي فوق النار تحمى، وندير فيها الزيت حوالي 2 مغارف مع مغرف تاع سمن. هنا اللي ما ديرش سمن تقدر دير 3 مغارف زيت. وندير أول حاجة اللوبيا تاعي تنقلى. كاين اللي تبغي طيب المرقة تاعها وحدها واللوبيا تقليها في الزيت، ولا اللوبيا تاعها ديرها خضراء مباشرة في المرقة. أنا نبغي اللوبيا تاعي نقليها هي الأولى في هذاك الزيت والسمن، بعد ما تتقلى لي من كامل الجهات نحيها، وفي هذاك الزيت اللي بقى لي مع السمن ندير الدجاج تاعي وندير باقي المكونات، يعني نفس الزيت اللي قليت فيه اللوبيا هو اللي راني راح نطيب به المرقة تاعي. كما راكم تشوفوا هنا اللوبيا تاعي تقلات، يعني حتى يتغير اللون تاعها، حتى يولي هذاك اللون الأخضر باين بزاف. هنا نعرفوا باللي اللوبيا تاعنا تقلات من كامل الجهات. بعد ما قلينا اللوبيا تاعنا ونحيناها نجيبوا الطرف تاع الدجاج. هنا الطرف تاع الدجاج ما يهمش، تقدري ديري سردة ولا تقدري ديري الفخذ، والاكيد الدجاج ديري على حسب عدد افراد العائله. بعد ما نقلي الدجاج تاعي نجي نضيف له البصل. انا هذه طريقتي كي نطيب مرقه، ان كان مرقه تاع اللحم ولا مرقه تاع دجاج. اول حاجه نقلي الدجاج تاعي ولا اللحم تاعي مليح مليح، بعدها نضيف له البصل وباقي المكونات. بعد ما يتقلى لي البصل نضيف الثوم تاعي. الثوم ما نضيفوش مع البصل لانه كما نعرفوا الثوم الطياب تاعو ليه يطيب، يعني لو كان نخلوه مع البصل ما يطيبش والثوم يتحرق ويعطينا هذيك البنه تاع المروريه في الماكله تاعي. بعدها نضيف الحبه تاع الطماطم اللي كنت مربيتها، والتوابل اللي هما قلت لكم الملح وفلفل الكحل وراس الحانوت والكمون. الاكيد الكمون ما نستغناوش عليه لانه السر تاع البنه تاع اللوبيا هو الكمون. هنا قليت كامل المكونات تاوعي، ودروك نجي نرجع هذيك اللوبيا اللي كنت قليتها. اللوبيا هنا نديروها مع الدجاج لانه الدجاج الطياب تاعو ليه يطيب، واللوبيا كذلك ما نديروش الدجاج يطيب نص طياب وبعدها نضيفوا اللوبيا كما نديروا في اللحم. نديروا كل شيء مع بعضها. اللي تبغي تقلي البطاطا بعد ما طيب المرقه تاعها طيبها تقليها. انا فضلت ندير كل شيء مع بعض، يعني في عضله نقلي البطاطا. جبت البطاطا الحجم تاعها متوسط، نقيتها ودرتها على 4 ودرتها هنا مع اللوبيا كما راكم تشوفوا، ونقلي كميه قليله تاع الماء حوالي ربع كاس. قيس ما طيب لي البطاطا برك، لانه نعرفوا اللوبيا ما تتطلبش الماء والبصل يتلقى الماء، على هذا ما نمرقوش بالماء بزاف. هنا الدجاج تاعي بعد ما قلعته نديه نحمرو فيه شويه زبده، ودروك نشوفوا الطبق تاعنا في صحن التقديم. اذا تحبوا اللوبيا بهذه الطريقه لازم تجربوها، ويا سلام على هذا اللوبيا ماشطو تاعنا كيفاه جات. كما راكم تشوفوا انا في التقديم تاعي نبغي حاجه سهله خفيفه، ما نبغيش في الديكور ولا في التقديم تاع الماكله تاعي انشارجي، نبغي ندير حاجه اللي تقدر ديرها اي وحده. هنا نجيبوا البطاطا تاعنا نديروها صاير داير على الطبسي تاعنا، ونديروا اللوبيا في الوسط ونزينوها بهذاك الدجاج اللي كنا حمرناه. اللوبيا تاعنا جات ناشفه ما فيهاش ماء بزاف ولا ما فيهاش المرقه بزاف. اللي تبغي تجيها ناشفه اكثر من هاك، هذاك الربع تاع الكاس تاع الماء اللي درناه ما ديروش، تخليها طيب فقط في الماء تاع البصل برك. لكن انا بغيت تكون فيها شويه مرقه، على هذا درت لها هذاك الربع تاع الكاس تاع الماء. اذا ما كنتوش طيبوا اللوبيا تاعكم بهذه الطريقه جربوها بهذه الطريقه، وان شاء الله ما راكمش رايحين تندموا عليها. كان هذا طبقنا ولا وصفتنا لنهار اليوم. اذا عجبكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس، وخلوا لي تعليق حلو كيفكم مع اعجاب للفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. نلتقي في فيديو آخر ووصفة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.